السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات. مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله غنهضروا على القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، القانون القديم 4706. كان واحد التغيير، واحد القانون رقم 27 بتغيير وتسميم القانون رقم 4706 المتعلق بالجبايات المحلية. هنا فاش نقولوا جبايات الجماعات المحلية تنهضروا على الجماعة والبلدية، العملات والأقاليم أو الجهات. بالنسبة ديال الجماعات، هنا ديال الجماعات كنهضروا على الرسم المهني، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي غير المبنية، الرسم على عملية البناء، الرسم على عملية تجزئة الأراضي، والرسم على محل بيع المشروبات، الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الرسم على المياه المعدنية والمياه المائدة، الرسم على النقل العمومي للمسافرين، الرسم على استخراج مواد المقاليع. فيما يخص الرسوم المستحقة لفائدة العملات، عندنا الرسم على رخصة السياقة، الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني، والرسم على بيع الحصيلات الغابوية. فيما يخص الرسوم المستحقة لفائدة الجهات، عندنا الرسم على رخص الصيد، الرسم على استغلال المناجم، الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ. الهدف من هذا الفيديو، حنا كاين واحد التغيير، الهدف منه لوبجيكتيف غنهضروا على واحد المادة كدير الإعفاء فيما يخص الدعائر والغرامات والزيادات. فوالا عندنا مستجد هنا في هذا القانون بأن الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعملات والأقاليم والجماعات اللي يقل من 200 درهم اوتوماتيكمون كتلغى بصفة تلقائية. فيما يخص الناس اللي كتساليهم الضرائب ديال الجماعات، عندنا هنا بأن تلغى الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعملات والأقاليم والجماعات، فيما ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية، والتي لم يتم استخلاصها قبل فتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021. المستجد أو الإعفاء، الناس اللي كتساليهم الضرائب ديال الجماعات، سواء البلدية ولا الجماعة الترابية ولا الأقاليم والعملات ولا الجهات اللي خارجين، يعني ما تخلصوش قبل فاتح يناير 2020، يمشيو في هاد 2021 تيخلصوا غير البرانسيبال، يعني تيخلصوا غير اصل الدين، تيتعفاو من الزيادات والغرامات والدعائر. الشرط هنا خصو يكونوا ما مخلصينش قبل فاتح يناير 2020، والمستفيد ولا الخاضع خصو يخلص قبل 30 يونيو 2021. هنا قلنا بان تطبق تلقائيا الالغاءات المشار اليها، بلا طلب بلا والو. كتمشي كتخلص غير الاصل الدين البرانسيبال، تستافد من الاعفاء ديال الغرامات. ايضا الناس المدينون فقط بالغرامات، يعني الناس اللي عندهم غير الغرامات والدعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير مستخلصة قبل فتح يناير، تتلغى كليا وتلقائيا. هذا هو المستجد الجديد أو إعفاء جديد فيما يخص الغرامات والزيادات والدعائر وصوائر التحصيل فيما يخص الجبايات المحلية. كما قلنا الجبايات المحلية سواء الجبايات اللي كتعلق بالجماعة أو البلدية، بحال الضريبة على الرسم المهني، الضريبة على النظافة، الضريبة على ديال عمليات البناء، الضريبة على الأراضي غير المبنية، وايضا الضرائب اللي كتخص العماله والاقليم او الضرائب ديال الجهات. هذا هو المستجد. الناس اللي كتسالهم الضرائب تيمشيو للجماعه، تيخلصوا اصل الدين، تيتعفاو من الغرامات تلقائيا، والناس اللي كتساليهم الغرامات راه اوتوماتيكمون كيتحيدوا. كنتمنى تستافدوا من لا فيديو. هذا هو الجديد ديال القانون، هذا القانون ديال تتميم وتغيير القانون 4706 اللي كيخص الجبايات الجماعات المحلية. كنتمنى يعجبكم لا فيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.